السلام عليكم اخوتي الرجاويين في قناه رجا نيوز. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. درت هذا الفيديو باش نهضروا على اخر اخبار ومستجدات ديال فريق الرجاء الرياضي. والى اول مره كنتي كتشوف هذه القناه خلي معك ديك ابوني وفعل الجرس باش يوصلك اي جديد، وما تنساش هذا الفيديو تخلي ليه لايك وتبارطاجيه مع صحابك باش يوصل لجميع الرجاويين. وانت ما تنساش خلينا اراء ديالك في لي كومونتير، وبقاو مكملين الفيديو حتى الاخر باش تعرفوا جميع الاخبار ديال الرجاء الرياضي اللي حصريه وموثوقه. هذا طلب مني صغير لكم، بقاو مكملين الفيديو حتى الاخر. دابا غندوزو على القضيه ديال الدحماني اللي كتسولوني عليه. جاوني اسئله بزاف على الدحماني الخوت. كما قلت لكم فيديوهات اللي قبل، الرجاء قدمت عرض كبير لفريق اتحاد توالقه، والرجاء باغا تجيب لاعب باي طريقه. وجيت دابا نقول لكم ان اليومين المقبله يعني 48 ساعه اللي جايه غتكون حاسمه بين الرجاء الرياضي ويونس الدحماني، حيت الرجاء قطع اشواط جد متقدمه في المفاوضات ووصلوا الى اتفاق اولي بين جميع الاطراف. الصفقه غتكمل الى كان توقيع رسمي من الاطراف الثلاثه، يعني الرجاء وصلت لاتفاق اولي بين جميع الاطراف، ولكن باقي ما كاينش توقيع رسمي باش تفهموا مزيان، حيت قلت لكم انا غير اتفاق اولي بين جميع الاطراف، باقي ما كاينش توقيع رسمي من دوك الاطراف الثلاثه، يعني اللاعب والرجاء واتحاد توالقه، راه باقي ما كاينش، غير كاين اتفاق. وشفت بزاف ديال الباجات والصفحات كيقولوا ان اللاعب صافي وقع رسميا في الرجاء الرياضي وان الدحماني رجاوي. الخوت غير باش حتى واحد ما يكذب عليكم، هاد الهضره باقي ما كاين منها حتى شي حاجه. اللاعب ما وقع ما والو، يعني كاين غير اتفاق اولي، ما كاين لا توقيع لا حتى شي حاجه، يعني راه باقي ما وقعش اللاعب. وهذا الشيء اللي قلت ما كيعنيش ان راه فشلت الصفقه او اللاعب ما غيوقعش، لا، دابا حاليا كاين غير اتفاق، باقي ما كاينش توقيع، وراه اللاعب قريب من الرجاء بزاف، وراه الرجاء قربت تحسم الصفقه قربات، ولكن حاليا دابا كاين اتفاق ما كاينش توقيع. غندوز دابا ندوي على اللاعب محمد بولديني. هاد اللاعب كنعرفوه كاملين، لعب في الرجاء شحال هادي. المهم هاد اللاعب راه فسخ العقد ديالو مع ديبورتيفو لا كارونيا، الفريق اللي كاين في اسبانيا، فسخ معاهم العقد. وبغيت غير نقول لكم انه اللاعب راه داخل ضمن الاهتمامات ديال فريق الرجاء الرياضي، وحطوه في لا ليست ديال المهاجمين، حيت كاين بزاف ديال المهاجمين وتا هو راه حطوه في لا ليست. وبغيت غير نقول لكم انه ما كاينش مفاوضات، غير اهتمام، مفاوضات ما كايناش، حيت شفت بزاف ديال الباجات والصفحات يقول لك انه الرجاء كتفاوض مع اللاعب وان اللاعب غيجي الرجاء. لا، حيت دابا كاين غير اهتمام، ما كاين مفاوضات لا حتى شي حاجه. اما بالخصوص قضيه مهدي موهوب، كما قلت لكم فيديوهات اللي قبل، الرجاء مهتم باللاعب وبغى ترجعه وهو باغي يرجع، ولكن حاليا راه ما كاينش اتفاق بين الرجاء الرياضي واللاعب. المقترح اللي قدماته الاداره الرياضيه للفريق ديالو ونستافدوا من الخدمات ديالو فابور بعقد اعاره لمده سنه مع ادراج بند احقيه الشراء، وحتى اللاعب يخفف من المطالب الماديه ديالو. الفريق الروسي رفض هذا المقترح وبغاو يستافدوا من اللاعب ماديا من بيع العقد ديالو او الاعاره، يعني الفريق ديالو طالب فيه الثمن في البيع وحتى في الاعاره. هادشي اللي معرقل الصفقه حاليا. واش بان لكم الخوت؟ واش بغيتوا اللاعب يجي ولا لا؟ الا وصلتوا حتى لهنايا خليو معكم ديك لايك وبارطاجيو الفيديو مع صحابكم باش يوصل لجميع الرجاويين، وانتوما ما تنساوش تخليو لنا الاراء ديالكم في لي كومونتير. والا وصلتوا حتى لهنايا اش كتبوا لي في لي كومونتير ديما رجا كما العاده. يلا بينوا لي الخوت. دابا غندوز ندوي لكم على اللاعب منتصر الحشيمي. قضيه منتصر الحشيمي، حيت شفت بزاف ديال الباجات والصفحات يقول لك ان الرجاء كتفاوض مع اللاعب وانه قريب يسين، وجيت غير باش نوضح لكم انه منتصر الحشيمي خارج مفكرات الاداره الرياضيه في الوقت الحالي. اللاعب مطروح فقط، وفريق مركز على واحد اللاعب ارقام ديالو احسن من الحشيمي. غير جيت نكذب لكم هاد الخبر الخوت، اللاعب ما غيجيش الرجاء، غير مطروح، وهما راه كيتفاوضوا مع واحد اللاعب احسن منه. صراحه ما نقولش الاسم دابا. المهم خلونا ارائكم في لي كومونتير. غنمشي دابا ندوي لكم على المغادرين. بالنسبه للمغادرين راهم محطوطين في القائمه، وراه كينتظروا يتوصلوا بعروض لبيع العقود ديالهم، وفي حاله ما جاوهمش عروض غيتم فسخ العقود ديالهم بشكل توافقي. وحاليا بالنسبه للخافي رجاء عرض من الدوري السعودي من فريق الرائد السعودي. اش بان لكم الخوت؟ وهنا غنكون وصلنا للاخر ديال الفيديو. ما تنساوش معكم ديك لايك وتبارطاجيو الفيديو مع صحابكم باش يوصل جميع الرجاويين، وانتوما ما تنساوش تخليو لنا ديالكم في لي كومونتير، وضروري تخليو هاد القناه ابوني وتفعلوا الجرس باش يوصلكم اي جديد. واليوم راه درت هاد الفيديو باش تعرفوا اخر اخبار ومستجدات ديال الرجاء الرياضي اللي حصريه وموثوقه، وضروري ندير لكم فيديو جديد الا كان شي جديد. تهلاو، ديما رجاء.